النهارده بقى جايب لكم احسن عربيه وافلز موجوده في حدائق الزيتون. الشباب ديت مشهوره جدا في حدائق الزيتون عند الفرجان. مينا ورامي شابين خططوا ان هم يفتحوا عربيه وافلز ويطلعوا كواليتي حرفيا مش هتلاقوها في اي براند تاني. يا سيدي المعلمين يا مبروك. وده واحد كان تفس وقلنا نصبح عليه. وده تاني جزء من ساعد غيرك بشيرك. ونبتدي بالوافلز، وده كان احلى حاجه عندهم، والعجينه كل يوم بتتعمل فريش قدامك، وممكن تختار اي شوكليت اللي انت بتحبها ومفضله ليك. كلت شوكليت والوايت شوكليت وكمان اللوتس. واللي عجبني جدا في الوافلز اللون الجولد اللي هو طالع بيه. ولا وكمان بيقدموا بان كيك، ودي ليها طعم تاني بيوديك في حته تانيه. واقل اوردر عنده في المنيو ب 15 جنيه. والفليفرز بقى بتاعت البان كيك لوتس سبريد واوريو. ونخش على تالت حاجه بيقدمها وهو فعلا متميز بيها، وهي الزلابيا. ونفس عجينه الوافل بتتعمل برضه فريش كل يوم. عجبتني جدا ان هي من بره كده تحس انها كريسبي، ومن جوه حاجه جوسي كده جميله، وبتتقدم بالسكر او بالعسل. ونخش بقى على اخر حاجه بيقدمها عنده في المنيو، وهي كانت صوابع الزينه. وخليكم بقى كده تروحوا تدوقوا من عنده اي حاجه من اللي انتوا شفتوها ديت في الفيديو، وخليني بقى معاكم اقدر الحاجه اللي انا دقتها كده بنسب من 10. وبصراحه صوابع زينه بتاخد 9 من 10. واما بالنسبه للوافل بقى انا دقت بالنوتيلا ودقت بالوايت شوكليت. واما بالنسبه لتقدير الوافلز فبصراحه ياخد 100 من 100. انصحكم لما تروحوا له هي دي تبقى اول حاجه تفكروا فيها. ونخش بقى على الميني بانكيك، وحرفيا دي في حته تانية بطعم اللوتس. بيحط فليفر للوتس وبيحط كمان بسكوت مطحون. تيجي بكذا طبق منها على حسب العدد اللي انت عايزه من البانكيك، وتقديرها كان 9 من 10. ودي كانت الزلابيا بالسكر وكان طعمها كويس جدا. وعجبني جدا الجراب اللي كان محطوط فيه الوافل. وحبيت اسال مينا هو فتح المشروع ازاي. فتحته من 5 سنين انا واخويا، واشتغلنا وقفلنا كذا مره بسبب الظروف، وجيت فتحت من سنه ونص، ومن ساعتها وانا مكمل. بس يعني الواحد بيحاول يطور من نفسه ويعمل حاجه حلوه للناس، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله كلنا. اعمل اغلى حاجه زي ما انت شفت يعني ب 25 جنيه، ما بضربش في العالي زي البراندات، وبحاول اقدم للناس حاجه كويسه بكواليتي مقبوله يعني. حابب اشكرك والله بحمله ساعد غيرك بشيرك اللي انت عاملها، وبالتوفيق ان شاء الله.